هي منابر يستغلها الشباب من أجل التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، قد تكون اجتماعية أو حتى سياسية. في هذا الجزء من التحقيق سنغوص في هذا العالم ونسمعكم صوت الشعب. يقدر عددهم بالآلاف، ينحدرون من مختلف فئات المجتمع، اتخذوا من المدرجات فضاء لإسماع صوتهم بطريقتهم الخاصة وفي مختلف المجالات والمناحي. بعدما أضحى الملعب أكبر من مجرد مشاهدة مقابلة رياضية ترفيهية. في هذا التحقيق سنسلط الضوء على ما يتم تداوله من مضامين بين هذه الأهازيج لشباب اختار هذه الطريقة للتعبير عن مكنوناته الاجتماعية، وحتى ما يحدث في الساحة الوطنية حيث عبر المناصرون عن رأيهم في قضية اختطاف الأطفال. أما عن السياسة فحدث ولا حرج، بعد أن سمح لنا برفقة هؤلاء الشباب لنعيش معهم هذه الأجواء، مكان ليس بالهين التوغل فيه بسبب خصوصية الأنصار. هي استراتيجية يتبناها الكثير من الشباب من أجل عدم المشاركة انتخابيا، لكن هناك مناقشة للشأن العام. هناك تعبيرات كثيرة جدا للشأن السياسي من خلال فضاءات يتبناها الشباب. الأحداث الاجتماعية وطنيا وخارجيا تما المضمون تاع الأغاني تاع الاتحاد التوجه يقتتبسوا منها، راك فاهم كيفاه؟ هذه هي الاتحاد العاصمة معروفين خويا، احنا ما عندناش إشكال تما، احنا كما يقولوا الملعب تاعنا ديمقراطي وصوت الشعب، وما عندناش إشكال وجامي نمسوا
الملاحظ هو أن هذه المضامين تعدت الحدود الجغرافية للجزائر، أزمة تركيا على سبيل المثال. أمر ليس بجديد. قبل أيام سمعنا هتافات تمجد رئيس الراحل صدام حسين على هامش مباراة لكأس الأندية العربية جمعت اتحاد العاصمة بنادي القوة الجوية العراقية. ودرجة الاتحاد العاصمة هو صوت الشعب، صوت الشعب، وهذه يا ربي يدومها. وحنا معروفين وطنيين، وجا من نقيسوا اخواتنا كما مؤخرا حدث قضيه مع اخواننا الاشقاء العراقيين. احنا ما مسيناش باشقائنا، احنا تكلمنا، احنا وطنيين، احنا نحبوا صدام حسين، خلينا صدام حسين. اقتربنا من عينة من يؤلف تلك الأغاني المحملة ببعض المواقف السياسية أو عن القضايا الاجتماعية، محاولين فيها الإجابة عن مصدر تلك الرسائل التي يرددها الشباب في الملاعب. وجده اخو صباح انا معاه الفوت الحق الفوت تاع الروس، هذيك تاع الروس حق الفوت. اش حتفوتي؟ طلعوا باش نديروها في الستاديوم. الله الجيري حكايه قديمه كيف يصير باش تفهمها، راحت المنه وراحت القيمه حاتم عليا نخليها. شكون قاسم مسعود للشيوخ في البرلمان، لا تهربا وبلا فيزا رايبه نتهربا لروسيا، انا حبيت الاحمر العزيزه. نحن في المجتمع الجزائري كلما دخل الفرد في علاقة جماعية أو في علاقة جماهيرية مع الآخر سوف يتحول إلى فرد سياسي. هذه هي يعني الوضعية أو الملاحظة التي نشعر بها. إذن في بعض الأحيان فضاءات ليست سياسية نجد بأن الفرد يعبر عن انشغالات، عن طموحات، عن هموم، عن شعارات سياسية، وخاصة نحن نتكلم عن الملاعب. يكتب ما يعرف يقرأ عنده مردسة الخرا، لما قص في تونس الخضراء والقطاع مالها قرا، الهضرة ولات بالرشوة ولا رونديفو واللي غدوة. في غالب الأحيان في الملاعب لا تكون ناقمة على الوضع الاجتماعي، ولما تكون ناقمة على الوضع الاجتماعي يربطوه بالسياسيين، لأنهم بالنسبة للأغلبية هم السبب تاع الوضع الاجتماعي المتردي اللي نقولوا للشاب الجزائري عامة.